عندك بتنجان؟ يبقى لازم تجربي الوصفة الخطيرة دي. قد ايه سهلة وبسيطة وخفيفة وشكلها وطعمها يجنن كمان. الريحة وصلت لآخر الشارع. خطيرة يا جماعة. يلا نسمي الله ونصلي على رسول الله. ندخل نشوف الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة جهزت كده حوالي 2 كيلو وشوية كده من البتنجان الرومي. البتنجان الرومي جبته كده من اللي هو بيبقى طويل شوية. قطعت كده الطرف اللي في الاخر والطرف اللي في الاول الاخضر، الحتت الخضرا دي، وبعد كده شلت قشره بس سودا من الجنب ده وقشر سودا من الجنب ده، وبدات اقطعه بالطول بالشكل ده، وتقطعيه بقى رفيع على قد ما تقدري، على قد ما تقدري كده يكون رفيع ومش سميك معاكي. قطعت بقى كميه البتنجان بالشكل ده كله بالطول بالشكل ده، ولما بيبقى بتقطع بالطول كمان ما بيشربش زيت خالص، ولما البتنجانيه الرومي تبقى طويله كده ما بيبقاش فيها بذر نهائي. بصوا بنقطعه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده بمنتهى السهوله وبيخلص معانا على طول كمان. تمام كده زي الفل. قطعت بقى كل كميه البتنجان بالشكل ده، حطيت البتنجان كده على جنبه، يا دوبك رشيته رشه خفيفه خالص من الملح، وبعد كده بقى جبت نص كيلو من اللحمه المفرومه، وكمان قطعت عليها فرمت عليها بصلتين كده فرم ناعم، ما صفيتش الميه ولا اي حاجه، وجبت بقى قرن من الفلفل الرومي الاحمر وقرنين كده من الفلفل الرومي الاخضر، ضربتهم كويس مع بعض وصفيت ميتهم لان الفلفل بينزل ميه كتير قوي. وبعد كده كمان جبت حزمه من البقدونس مقطعاها حتت صغيره. تعالوا بقى نتبل اللحمه بتاعتنا. التوابل بتاعتي كانت عبارة عن ملح وفلفل اسود وكيس كده اللي هو خلطة ال11 بهار، وده بيبقى حلو جدا، وكمان معلقة كبيرة كده من البابريكا المدخنة، ورشة صغيرة كده من الشطة، ورشة صغيرة كمان من جوز الطيب. حابة تستغني عنها استغني عنها، بس هي بتدي ريحة وطعم حلو قوي. برش رشة خفيفة خالص، يعني ببشر كده قطعة صغيرة خالص. دلوقتي بقى عجنت الكفته كويس جدا كده لغايه ما الانسجه بتاعتها تبان قدامي او الخيوط بتاعتها تبان. حطيت اللحمه بتاعتي على جنب، وتعالوا بقى نبدا نقلي البتنجان. البتنجان بتاعي انا مش عايزه اقليه في زيت غزير ولا اي حاجه، يا دوبك كده بدهن الطاسه بتاعتي او الوok بشويه صغيرين كده من الزيت، وبدهن وش البتنجان بالشكل دوت بالزيت، ويا دوبك كده بيطرى وياخد لون معايا. انا مش عايزاه يتقلى جامد ولا اي حاجه، عايزاه بس يطرى وياخد لون بس مش اكتر من كده. ممكن بقى البديل ان انت تحطيه في الاير فراير، او تدهنيه كده، تدهنيه من في صاج كده، تدهنيه من تحت زيت ومن فوق الوش زيت، وتدخليه الفرن على طول. ما بياخدش زيت يعني ما بياخدش كميه كبيره من الزيت. والطريقه برضو اللي انا بعملها دي بتبقى سريعه معايا وما بتاخدش برضو وقت، وما بياخدش خالص كميه من الزيت، يعني بياخد كميه بسيطه خالص من الزيت، يا دوبك بس بدهن بس البتنجان من تحت ومن فوق، ويا دوبك بيتلون معايا كده وبخرجه على طول. بصوا شويه الزيت اللي انا حطاهم كميه صغيره خالص، يعني معلقتين كده باحطهم. هاقلي بقى كل كمية البتنجان بالشكل ده. الطريقة دي بتبقى حلوة جدًا، وبيبقى سهل وبسيط وما بياخدش وقت معايا خالص. بصوا بياخد لون دهبي ازاي وبيطرى معايا كده وبيبقى زي الفل. هعمل بقى كل البتنجان بالشكل ده. تعالوا بقى كده بعد ما خلصت وقليت كل كمية البتنجان، بجيب بقى البتنجان وببدأ افرده معايا بالشكل ده. بصوا كده برصه كده كأني بلف ورق عنب بالظبط، وببدأ افرد عليه اللحمة بالشكل ده. اللحمة ريحتها جميلة جدا، وهنا كانت اتبلت بقى وريحتها كانت حلوة قوي. بافرد اللحمة كده على البتنجان بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. ناخد كده قطعة صغيرة ونفردها كده على البتنجان، وبعد كده ببدأ أرولها بالشكل ده. بكون بقى مجهزة صينية، أي صينية عندك. هنا أنا استخدمت صينية ألمونيوم كبيرة عشان تاخد معايا كل الكمية. بصوا بفرد اللحمة على البتنجان بالشكل ده، بتديله طعم حلو قوي وبتستوى معاه، وبتبقى طعمها خطير من جوه، خطيرة بجد يا جماعة. ومش بحتاج بقى ان انا اعصجها ولا اي حاجة. هوريكم دلوقتي هنسويها ازاي. الطريقة دي سهلة وبسيطة، والمسقعة بتبقى خفيفة جدا. بصوا بقى كل كمية البتنجان بعملها بالشكل ده، سهلة جدا وطريقتها حلوة قوي. بعد بقى ما خلصت كل الكمية بالشكل ده، كنت كمان خدت كده حبايتين من البطاطس، يا دوبك برضو شوحتهم كده زي ما شوحت البتنجان زي ما شفتوه بالظبط، يعني يا دوبك كده بقلبهم في الزيت كده ياخدوا لون. بتبقى برضو البطاطس ريحتها جميلة جدا وبتدي طعم وشكل حلو قوي مع المسقعة. وببدأ ارصها كده في الحروف كده بين كل واحدة والتانية. وبعد كده كمان خدت حباية كده من الطماطم وحطيتها كده في الفواصل كده بين البتنجان، وقرن كده من الفلفل وقطعته كده بالشكل دوت وحطيته برضو بيدي ريحة حلوة جدا. دلوقتي بقى هاخد كده حوالي معلقتين ونص كده كبار من الصلصة، بحط عليهم ملح وفلفل اسود، وبحط عليهم كمان حوالي كوباية او كوباية ونص من المية، وبقلب الصلصة في المية كويس جدا. المية طبعا اللي استخدمتها دي كانت مية سخنة.
بصوا بنقلب كده كله مع بعض بالشكل ده. نزلت بنص كميه الميه على البتنجان، وبعدين حسيت ان الصلصه زياده شويه ورحت نازله بربع كوبايه من الميه بس كده لوحدها. وهادخّل بقى صينية المسقعة دي الفرن، مش قادرة أوصف لكم الريحة عاملة إزاي. طبعًا أنا ما استخدمتش كل كمية اللحمة. بُصّوا بقى هاعمل مسقعة تانية بطريقة تانية، بس بتبقى برضه حلوة جدًا. خدت كده مكعب من الزبدة نزلت بيه في حلة، وعليه كده حوالي معلقة من الزيت، ونزلت في اللحمة بعد ما حطيت البصل وعملت كل حاجة، هابدأ أعصّجها بالشكل ده. مش قادرة أوصف لكم يا جماعة ريحتها عاملة إزاي، خطيرة، ريحتها حلوة جدًا. هاقلّبها كده في مكعب الصغير بتاع الزبدة بالشكل ده. لغاية بس ما لونها يغيّر. جِبت بصلاية صغيّرة خالص علشان بس ت ت تعزّز لي الريحة والنكهة. بصلاية صغيّرة خالص كده فرمتها ناعم، ونزلت كده على اللحمة بالشكل ده، كإني باعصّجها عادي خالص. أول ما تبدأ كده لونها يغيّر معايا، مش قادرة أقول لكم ريحتها عاملة إزاي، ريحتها حلوة جدًا. نزلت بقى بنُص كمية الصلصة اللي أنا كنت مخففاها بالمَيّة بالشكل ده. نزلت كده على اللحمة، وهاسيبها بقى تستوى وتتسبِّك مع نفسها كده في الصلصة. زوّدت كده معلقة صغيّرة كمان من الصلصة علشان تبقى كمية الصلصة كويسة ومضبوطة. بُصّوا بقى مش قادرة أوصف الريحة. دلوقتي بقى قطّعت كده قرن من الفلفل الرومي يدّيها ريحة حلوة كده، قطّعته كده معاه بالشكل ده. وشوية البطاطس اللي كانت زايدة معايا، هي كانت حبّايتين بس من البطاطس اللي استخدمتهم، يعني يمكن البطاطس اللي أنا حطيتها دي كانت بطاطساية لوحدها بس. ونزلت بقى بالبطاطس كده على العصّاج أو على اللحمة المتعصّجة، ونزلت كمان على بباقي كمية البتنجان. يعني تقريبًا نُص البتنجان كده اتحط في الصينية والنُص التاني اتعمل بالشكل ده. الطريقتين حلوين أوي يا جماعة وسهلين جدًا. بُصّوا يا دوبك بقى باقلّب اللحمة كده مع البتنجان. البتنجان بيدوب تمامًا مع اللحمة، والبطاطس بتدّي طعم وقوام حلو أوي. بُصّوا يا جماعة دي بقى المسقعة هنا خرجتها من الفرن، شكلها حلو أوي ورول البتنجان كده مع البطاطس مع الفلفل، شكله حلو جدًا. طبعًا سويتها في الفرن لغاية كده ما اتسبكت، وبعد كده كمان شغّلت الشواية. خدت لون والبطاطس خدت لون والطعم جميل. بُصّوا بقى اللحمة من جوّه عاملة إزاي، كإنِّك حاشية البتنجان بالكفتة. طعمها حلو أوي وريحتها جميلة جدًا. ممكن تتاكل مع رز، بس إحنا بنحبها ناكلها مع العيش، بتبقى خطيرة جدًا. بُصّوا بقى المسقعة التانية دي بقى حرشة وجميلة وطريقتها برضه حلوة أوي يا جماعة. مش قادرة أوصف لكم الطعم والريحة وقد إيه الطريقة حلوة أوي وجميلة ولذيذة في الحالتين. عملتها بالطريقة دي وبالطريقة دي وكأنِّك بتاكلي صنفين من المسقعة. طريقتها حلوة جدًا وسهلة وبسيطة وبجد هتعجبكم أوي. أتمنى يكون الوصفة النهارده والطريقة عجبتكم. ما تنسوش يا حبايبي لايك كتير للفيديو عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد، وتعليق حلو منكم، تعليقكم بيفرحني جدًا. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.